بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم مع عالم دواجن الميسيو. ازاي تكسب 40 جنيه في كل فرخة من دورتك؟ والله ممكن جدا، وممكن كمان اكتر من 40 جنيه اذا نجحت الدورة بتاعتك. تعال نشوف كده، نعمل دراسة جدوى سريعة في الاسعار اللي هي شغالة دلوقتي، سواء اسعار الاعلاف والبورصة، ونتكلم مع بعض كده ونشوف ايه الاخبار. طبعا انت بتجيب الفرخ يعني 20 21 جنيه، وبتكلف علف ما يقرب من 70 جنيه، ويعني مع الفرشة وكلام من ده يبقى دخلنا في 95 جنيه. بقية التكلفة بقى لحد ما نوصل 105 مثلا أو 110، يعني من 95 ل110. ال 15 جنيه دي لكل كتكوت برضو يعني مش قليلة. داخلة فيها بقى التدفئة، وداخلة فيها التحصينات، وداخله فيها، ما هو في فرق ما بين الادويه والتحصينات، لان انت بتجيب التحصينه ب 100 جنيه، تجيب 3 تحصينات وحسب الاعداد اللي عندك. والتدفئه طبعا كل ما يكون العدد عندك اكبر بتقل تكلفه الكتكوت عليك. لكن لو قلنا 5 جنيه تدفئه، وقلنا 5 جنيه وتحصينات وعلاج، وقلنا ال70 جنيه العلف، وقلنا ال20 أو 21 جنيه الكتكوت، وقلنا الفرشة بتاعتك كلفت 2 جنيه لكل كتكوت، يعني هتلاقي في الآخر كده التكلفة بتاعتك محصورة ما بين 105 و110. وبالتالي لو الدورة بتاعتك نجحت، إذا دورتك نجحت إن شاء الله تنجح، والبورصة ساعدتك، يعني هو أهم حاجة، لأن الجنيه في البورصة بيأثر معاك في الزيادة أو في النقصان. إذا افترضنا إن بورصتك كانت يعني لما تيجي تطلع إن شاء الله 70 جنيه، يعني هنقول ما قلتش ولا زادت عن النهارده 70 جنيه، يبقى المتوسط بتاع الفرخ بتاعك 2 كيلو 200 مثلا. ليه قلنا 200؟ يعني 2 كيلو 200 يعني ممكن يكون في المزارع 2 كيلو 100، 2 كيلو 200 بالكتير، يعني حد أقصى في بعض العنابر، لأن بتبقى الأعداد كتير، وبيبقى ممكن يكون في النافق كتير وكلام من ده. انما انت بتعمل الاعداد بتاعتك محدوده، وخاصه لو عندك المكان واسع، بالتالي النافق بتاعك بيكون اقل، والاوزان بتاعتك تكون عاليه. انت في مده ال 35 الى ال 37 يوم ممكن تطلع فرخ 2 كيلو 300، 2 كيلو 400، ولو صبرت عليه شويه كمان ممكن يوصل 2 ونص معاك. فلما تيجي تدرب التدريبه مع بعضها، واذا كان في عندك يعني نافق خفيف، يعني بنقول 2 كيلو 200، 2 كيلو ربع ممكن يكون متوسط الدوره بتاعتك اذا نجحت كده. ف2 كيلو ربع يبقى احنا كده دخلنا في 150 155 جنيه اذا البورصه ساعدتك. 155 وانت مكلف 105 ولا 110 ولا 115 حتى، يبقى الفرخه بتاعتك يعني ممكن تحصل 40 جنيه. يا اخي لو عملت لك حتى 100 فرخه يبقى دي 4000، عملت لك 200 فرخه يبقى دي 8000. لو قلنا حتى مكسبك بعد نهاية الدورة 5000، أحسن من قعدتك. وطالما أنت عندك خبرة في المجال اشتغل. طبعا أنا عارف إن المية مكلفين، يعني المية ما هو هتكلفك 10 11000 و12000، والميتين ما هو هيكلفوك يدخلوا في يعني في 20000 وأكتر. انما يعني ده المجال. يعني طب احنا هنعمل ايه؟ يعني هي دي الظروف بتاعتنا، وهو ده الناس، في ناس يعني هي لقمة عيشها هنا. يعني دلوقتي البورصة مساعدة إذا الدورة بتاعتك اكتملت وكان عندك خبرة في التربية. ليه بنقول خبرة وبندوس عليها قوي حتة الخبرة؟ لأن الخبرة بتاعتك بتقدر حتى لو في أي حاجة تقدر تداوي، تقدر تعالج، تقدر تعمل. إنما اللي ما عندوش خبرة ده الفرخ لما بيكلفه 100 و110 و120 وما بيعرفش يعالج، يعني فكل نافق عندك بيأثر عليك. وخاصة الناس اللي ما بتعرفش تحضن وما بتعرفش تستقبل وما بتعرفش تعمل، فاحنا بنحذر الناس اللي ما بتعرفش تتوقف، لأن الفرخ بقى خلاص تكلفته عالية، وما يدخلش في المجال إلا اللي عنده خبرة في المجال. يعني الدورة بتاعتك ممكن تعملها مكسب الفرخة تلاقي فيه 40 جنيه، يعني حد أدنى في التوقيتات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي 30 جنيه في كل فرخة، واحنا بنقولها بالورقة وبالقلم، والحاجة معروفة، وأي حد عاوز يتناقش معانا يتناقش. يعني ما هو الفرخ انت بتجيبه ب21 و22 وهو موجود،
والعلف يعني ما هو يعني ب22 وبتستخدم 3 كيلو علف و200 جرام ولا 3 كيلو وربع، وحسبناهم ب70 جنيه، هنحسب ايه تاني؟ يعني لو قلنا 95 علف وكتكوت، وقلنا الفرشة، وقلنا الأدوية ب5 جنيه لكل كتكوت، وقلنا التحصينات، وقلنا التدفئة. وطبعا انت لما هتيجي تدفي لما تكون عامل 100 أو 200، يعني حسبنا لها 5 جنيه تدفئة، هتجيب 10 أنابيب، هيكلفوا التكلفة دي. وانت طبعا لما ما يدخل عليك الفترة اللي جاية درجات الحرارة بتزيد، وكل ما عمر الفرخة يزيد انت خلاص. يعني انا دلوقتي مشغل الدفاية والبوتاجاز قافل الشعلة، يعني هي كافية. يعني انا عندي دفايتين، مشغل واحدة بس دلوقتي، وممكن بعد كده هيبقى حاجة خفيفة جدا. كل ما الفرخ بيزيد العمر بيقل درجة الحرارة، وكمان داخل علينا درجات حرارة تبقى مرتفعة، فالتكلفة بتاعت التدفئة تبقى معقولة. فابتدي اشتغل. داخل عليك دورة رمضان، ودورة رمضان احنا بنقول مبروكة، فاحنا بنحاول نشجع الناس، وفي نفس الوقت بنحذر الناس اللي ما عندهاش خبرة في المجال، ما تبتديش إلا إذا يعني كان في نوع من الخبرة إلى حد ما، تعرف تستقبل إزاي. وإحنا بنقول أهو، يعني إحنا بنوريك كل حاجة، امشي خطوة خطوة معانا، وابتدي بعدد قليل خالص ممكن تتدرب فيه وتاخد خبرة إزاي تطلع فرخ تقدر من خلاله تكسب كويس. عملنا لكم دراسة الجدوى اللي هي كلفت في ال100 فرخ تكلفة 105 إلى 110، وقلنا الفرخ لما تيجي تبيعه هتبيعه 2 كيلو 200 جرام متوسط، يعني على بورصة 70 جنيه، يبقى ال 2 كيلو ب 140، وكمان معاك الربع ب 12 جنيه ولا كلام من ده، ولا 15 جنيه، يبقى 150 155. مع وجود نافق مع كلام من ده، يبقى انت 110 اطرحهم من 150 يطلع 40 جنيه. تجيبها كده تجيبها كده، يعني هو ان شاء الله تبقى كويسة، ودورة ان شاء الله تكون ناجحة. احنا بنتمنى الخير للناس، والحاجة اللي احنا مقتنعين بيها بنقولها. وطيب يعني امتى بقى الدورة بتاعتك ما تجيبش الكلام ده، يعني عشان نبقى صادقين معاك؟ والله انت طبعا يعني عارفين ان شغلانه الدواجن شغله قمار يعني. احنا بنقول الحاجه اللي لو اذا نجحت الدوره ومشيت مظبوط، لكن لو جالك فيروس مثلا وخدت 30% من القطيع اللي عندك في نيوكاسل وانت ما عرفتش تعالج، بالتاكيد يعني مع ارتفاع بورصه، مع يعني الباقي عندك طلعته كويس والسوق بتاعه كان كويس، يعني ممكن يبقى عندك خسائر مش عندك مكسب. واذا كان عندك بعض يعني جمبور بيبقى خفيف شويه وخد منك 10% ولا حاجه نافق، والبورصه ساعدتك برضو، يعني ممكن تبقى العمليه لما نفسها بشويه يعني. لكن احنا بنقول اذا نجحت الدوره وكانت ماشيه كويس، يبقى ده الحاجه بتاعتها. انما انا بقول وان شاء الله يعني كلام نثق في كرم ربنا، يعني ان طالما انت عملت مجهود ربنا هيكلل مجهودك بخير. بدل ما تقعد تتفرج على الناس، وبدل ما تقعد في البيت وتقول كذا وكذا وكذا، دلوقتي كل بيت محتاج مصاريف، وكل بيت والولاد والكلام من ده. فأنا بشجعك إن أنت تبتدي، والأخذ بالأسباب عبادة، وانتظار الفرج عبادة. فأنت دايما تعمل ودايما تثق في ربنا، إن شاء الله دورتك تنجح. وأنا متأكد إن أنت بعد ما تنجح دورتك هتسمعنا ضحكتك. اعمل لايك واشترك في القناة. وكان معاكم الميسيو من قناة عالم دواجن ميسيو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.